السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كبد فراخ لازم ننضفها كويس جدا عشان نستعملها في اي وصفة. الاول جبت هنا صينية على النار او حلة، حطيت فيها مية مغلية مع ورق لورا وشوية خل. هجيب طبق الكبد اللي عندي، سواء فاكك او مجمد كده زي ما انتوا شايفينه، هو هيفك على طول ويغلي كده 5 دقايق على النار. بعد كده هطلعهم واحطهم في مية واشطفهم كويس. هنا هتبدأ بقى عملية التنظيف. هنا كبدة الفراخ هلاقي معاها القلب، هشيل القلب كده اقطعه بالسكينة، والجزء اللي فوق ده هقطعه كده وافتح القلب من النص. اي قطع من الدهون او الدم او اي حاجة هشيلها بالشكل ده، بحيث ان الكبدة تبقى جاهزة عندي للدخول في اي وصفة. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة ان هي تتشال عشان ما تديش طعم مش كويس لأي وصفة بنعملها. بس كده بالشكل ده تبقى جاهزة معانا، وبالهنا والشفا. مع السلامة.